السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا كل متابعينا على قناتنا جريز وحبان. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو صغير هنعمل بسرعة كده حاجة حلوة قوي بنحبها كلنا صغيرين وكبار، وهو مشروب حمص الشام. طبعا من أحلى المشروبات اللي موجودة في الشتاء. يلا بقى خليكم معانا عشان نشوف عملناه ازاي. اول حاجه معانا كميه من الحمص، حسب حاجتك ورغبتك، وكمان عدد اسرتك. الحمص ده انا نقعاه من قبلها بليله، وبعد كده وفي اثناء النقع ده كنت بغير عليه الميه طبعا. بصوا انا بوريكم هنا ان الحمصيه لما اتنقعت بدات ايه تشق معايا كده وتطرى او تكون طريه شويه. جبت بقى كمان طماطمتين كده وكنت عصراهم في الخلاط ومصفياهم كويس قوي. مهم نقطة أول التصفية اللي يا جماعة للطماطم عشان القشرة ما تكونش باينة في حمص في المية بتاعة الحمص. وكمان هحط معلقة كبيرة من التوم المفروم أكون فرماه كويس، وبعد كده هرفعه على النار بقى واسيبه يستوي. سِبته تقريبًا ساعة إلّا ربع، لحد ما حسيت إن إيه، جيت أشوف كده لقيت الحمُّصاية استوت معايا وبقت حلوة أوي. بُصّوا أنا باورّيها لكم، بُص يعني إيه استوت خالص. في الوقت ده بقى أنا هاحط التوابل بتاعتي. التوابل اللي معايا هتكون إيه، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة بصل بودرة، معلقة صغيرة توم بودرة، ونُص معلقة صغيرة من التوم، من الكمون sorry، وكمان مكعب من المرقة. المرقة هنا يا جماعة بتفرق أوي في الطعم وبتدّي له طعم حلو أوي. زي بتاع برّه بالضبط. وكمان ممكن حضرتِك تستخدمي المكعب أو الفورية حسب المتاح عندِك. حطيت بقى التوابل زي ما حضرتِك شايفة كده وبدأت أقلّبها تقليبتين، وبعد كده هاغطّي عليه واسيبه كده شوية ياخد من طعم بعض ويتضبط الملح بتاعه. هنا أنا كنت نزّلته من على النار. بُصّوا ما شاء الله لونه حلو أوي إزاي. ده بيرجع طبعًا للطماطم اللي أنا حطيتها وكمان للبابريكا، لإن البابريكا بتدّي له لون حلو أوي. تعالوا بقى نعمل الدقة الحلوة اللي بنشوفها عند الراجل بتاع حُمُّص الشام وبنبقى مستمتعين جدًا بيها. أول حاجة معانا شوية من الشطة وشوية من الكمون، حطيت كل حاجة في طبق كده وبدأت أحُط عليهم شوية من مَيّة الحُمُّص، وهاقلّبهم تقليبتين كده كويس أوي. وبعد كده هاحط بقى أمّا ييجي الواحد بيشرب الحمص بيحط الإيه، حسب طلبه أو حسب رغبته. يعني حضرتِك في ناس بتحب الشطة كتيرة، قليلة، ما بتحبش الشطة خالص، في ناس بتحب تزوّد الكمون. طبعًا الحمص بتاعنا كان فيه كمون أساسًا في التوابل اللي اتحطت فيه، لكن في ناس بتحب تزوّد كمية الكمون اللي بتتحط على الحمص. هابتدي بقى أحط الحمص في الكوبايات، وإيه أحط بقى عليه الكمية اللي أنا عاوزاها من الدقة اللي أنا عملتها دي، سواء الشطة أو الكمون. تعالوا بقى نقول حبة ملحوظات كده على حمص الشام وإحنا إيه بنحطه. أول حاجة زي ما قُلنا إن مدة النقع اللي حضرتِك بتحطيها فيه بتأثّر على المدة اللي بيستوي فيها. يعني لو حضرتِك حطيتيه مدة طويلة أو نقعتيه مدة طويلة ده إيه بيأثّر المدة اللي بيقعد فيها على النار. تاني حاجة إن حضرتِك لازم أثناء النقع ده تغيّري المَيّة بتاعته أكتر من مرّة، يعني ما تسيبيش منقوع في مرّة في مَيّة المدة دي كلّها. كمان هنقول التوابل بقى اللي إحنا حطيناها. إحنا حطينا معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من التوم بودرة، معلقة صغيرة من البصل البودرة، ونُص معلقة من الكمون، وكمان مكعب من المرقة. طبعًا يا جماعة مكعب المرقة هنا زي ما قُلت لحضرتِك بيفرق في الطعم خالص. وطبعًا البابريكا هي اللي بتدّي اللون الحلو لحمص الشام، بالإضافة طبعًا للطماطم اللي إحنا حطيناها. ويا ريت بقى لو كنتم معانا لحد دلوقتي ما تنسوناش في اللايك الجميل وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنا بقى أنا باحط كمية من الكمون اللي هي الدقة دي على كل كوباية، وكمان بقى يا سلام بقى مع شوية عصير ليمون بتبقى يعني كوباية الحمص الشام ولا أروع. وطبعًا زي ما قلنا الشطة حسب الرغبة بتحطيها حسب رغبتِك. وكده بقى يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب إن شاء الله يكون عجبكم. طبعًا عملنا فيه حاجة بسيطة بس كلنا بنحبها وكل أطفالنا بيحبوها. إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتير، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.